السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. بناتي أخواتي حبايبي في الله، عاملين إيه؟ يا رب تكونوا بخير وبصحة جيدة وطاعة دايما لله. من مطبخي مطبخ التوفير، أختكم في الله شيف زينب عبد الحميد. هنعمل النهاردة صوص الشوكولاتة جميل للحلويات زي ما انتم شايفين. تعالوا نشوف عملنا صوص الشوكولاتة في الفيديو ازاي. بسم الله الرحمن الرحيم. النهارده هنعمل صوص الشوكولاتة زي ما انتم شايفين كده، 5 حاجات والفانيليا. عندنا كوباية لبن، وعندنا كوباية زيت، وعندنا كوباية سكر بودر، وعندنا 4 معالق كاكاو خام اسباني او اي نوع يعني المتوفر عندك، بس الاسباني بيكون حلو، بيبقى غامق قوي وبيدي نتيجة احسن. وعندنا معلقتين كريم شانتيه. طبعا المعالق دي معالق كبيرة هرمية، 4 معالق ومعلقتين و3 كوبايات. اللبن اولا هنحطه في قلب الخلاط، كله هيتعمل في قلب الخلاط هنا، او ما عندكيش يبقى مضرب يدوي. هنحط السوائل الاول، واخر حاجه الزيت. السائل اللي هو اللبن، كوبايه اللبن ومعاها السكر، واخلي الزيت ده اخر حاجه، بنزله سرسوب كده بالتدريج. بعد كوبايه اللبن بحط كوبايه السكر البودر، و4 معالق الكاكاو الخام الاسباني، ومعلقتين كريم شانتيه، وعندي الفانيليا زي ما انتم شايفين كده. ابتدي بقى اضرب كل مكوناتي مع بعض. هبتدي افتح الخلاط من فوق، وانزل بقى سرسوب وهي شغاله كده من الزيت زي ما انتم شايفين كده. زي ما انتم شايفين كده، ده قوامه صوص الشوكولاته في منتهى الجمال، يغنيكي بقى انك تسيحي شوكولاته وتستعمليه في كل الحلويات والجيلاتي وكل حاجه. وادي صوص الشوكولاته بيبقى في باب التلاجة، طلعيه في اي وقت للحلويات. يا رب يكون الوصفة سهلة وبسيطة عليكم وتنال إعجابكم، وأشوفكم في فيديو جديد بقدر لنا البقاء. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.